الراديو 90 هواها مصر. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كلام معلمين على الراديو 90 هواها مصري، والجزء الأخير النهاردة جزء طلبة الثانوية العامة، وكل يوم بيبقى مادة معينة، والنهاردة اسمحوا لنا يكون ضيفنا الأستاذ علاء منير ومراجعة الفيزياء. أستاذ علاء مشرفنا ومنورنا. ربنا يبارك لك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ تمام يا فندم. يعني هو لا يفتى ومالك في المدينة، بس هو لازم بقول لحضرتك ان احنا دايما بنخرج فواصل بس عشان في لازم مزيكا في النص. تمام. في فواصل إعلانية، وفي نفس الوقت احنا صعب ساعة يعني نلم فيها المنهج طبعا، فحضرتك هتعتبرها ساعة من المراجعة للفترة الحرجة اللي جاية، او خلاص الطلبة مقبلين عليها. بالظبط. اتفضل. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على بعض الأسئلة الهامة في منهج الفيزياء، وهنبدأ بسرعة كده مع السؤال الأول: ما المقصود بكل مما يأتي؟ حالة الإسكان المعكوس. حالة الإسكان المعكوس هي الحالة التي تكون فيها عدد الذرات المثارة في مستويات الطاقة العليا أكبر من عددها في مستويات الطاقة الأدنى أو مستوى الطاقة الأرض. يبقى حالة الإسكان المعكوس هي الحالة التي يكون فيها عدد الذرات المثارة في المنسوب شبه المستقر أكبر منها في مستوى الطاقة الأدنى. تعالوا بينا نخش على سؤال آخر تبع ما المقصود بكل مما يأتي. التجويف الرنيني. طبعا احنا عارفين ان التجويف الرنيني هو الوسط الفعال بالليزر، والذي يحدث فيه عملية التكبير والتضخيم لفيتونات الليزر حتى نحصل على شعاع الليزر. طيب، ما المقصود بالفعل الليزري؟ الفعل الليزري هو وصول ذرات وجزيئات المادة الفعالة لحالة الإسكان المعكوس، لأن حالة الإسكان المعكوس هي أساس الفعل الليزري. طيب، لما يجي يقول لي ما معنى أن معامل التكبير في الترانزستور 80؟ احنا عارفين أن معامل التكبير بيساوي تيار المجمع على تيار القاعدة. يبقى بقول له أي أن مقدار النسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة بيساوي كام يا جماعة؟ 80. وهنا غير مميزة ليه؟ لأن دي كميات متماثلة، أنت بتقسم تيار على تيار، وبالتالي لا يوجد وحدة قياس. تعال خد بالك من السؤال ده، عشان السؤال ده هام جدا، وممكن يبقى من الأسئلة الهامة والمتوقعة هذا العام. ناقش مفهوم الاتزان الديناميكي الحراري في بلورة السيليكون النقية. الاتزان الديناميكي الحراري دي الحالة التي يتساوى فيها عدد الروابط المقصورة في الثانية مع إيه يا جماعة؟ عدد الروابط التي تلتئم في الثانية، وبالتالي يصبح عدد الإلكترونات N بيساوي عدد الفجوات B. طب تعالوا بينا نتكلم على سؤال آخر تبع ماذا نعني بقولنا أن القيمة الفعالة للتيار المتردد 5/10 أمبير. معناه إيه يا جماعة الكلام ده؟ أي أن تيارا مستمرا شدته 5/10 أمبير يولد نفس الطاقة الحرارية التي يولدها تيار متردد في نفس المقاومة وفي نفس الزمن، بيساوي 5/10 أمبير. طبعا للإجابة على سؤال ما معنى أن، الكلمة التي يبدأ بها التعريف ينهى بها وحدة القياس. يعني احنا قلنا تقدر بشدة التيار المستمر، شدة التيار وحدته ايه؟ الأمبير. يبقى أنا بقول له 5/10 أمبير. طب تعالى بينا سؤال هام وجميل: كثافة الفيض عند نقطة 1/10 تسلا، أي أن مقدار القوى المغناطيسية المؤثرة على سلك
طوله كام؟ 1 متر. تمام. يمر به تيار قد ايه؟ شدته 1 امبير. بس خد بالك، لابد ان يكون السلك عموديا على المجال عشان يتاثر بقوه مغناطيسيه. وبالتالي بقول له اي ان مقدار القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك طوله 1 متر يمر به تيار شدته 1 امبير، موضوع عمودي على مجال مغناطيسي عند تلك النقطه 1/10 نيوتن. طب تعالى وخد بالك من السؤال ده عشان مهم جدا. ما المقصود بظاهرة كومبتون؟ احنا عارفين ان ظاهرة كومبتون ظاهرة لإثبات الخاصية الجسيمية للضوء. فالضوء يا جماعة ليه طبيعة مزدوجة، موجية وجسيمية. كومبتون عملي أسقط فوتونز وتردد عالي. طب هجيبه منين؟ من أشعة إكس، من أشعة جاما، من الأشعة فوق البنفسجية. دي فوتونات كلها ترددها عالي. فعند سقوط فوتونز وتردد عالي من أشعة إكس أو جاما أو اليوفي إلى الأشعة فوق البنفسجية، الفوتون يفقد جزء من طاقته. يوم يحصل إيه؟ تردده بيقل ويغير اتجاهه ويصبح فوتون مشتت. كما أن الإلكترون يكتسب الطاقة اللي فقدها الفوتون وتزداد سرعته ويغير اتجاهه ويصبح إلكترون مشتت. وهذا إثبات الصفة الجسيمية أو الصفة المادية للفوتون، أي أن الفوتون له كتلة وسرعة وكمية حركة، ودي كلها يا جماعة خواص جسيمية. طيب ما المقصود بقانون حفظ الطاقة؟ ما تنساش إن قانون حفظ الطاقة ده قانون كورشوف الثاني اللي هو سميشن في بي بيساوي سميشن اي ار. معناه إيه؟ إيه الصيغة اللفظية بتاعته؟ معناه ان المجموع الجبري للقوة الكهربية المحركة، وما تنساش في دايرة مغلقة، يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد في الدائرة. طيب ما المقصود بقانون فين؟ قانون فين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب عكسيا مع درجة حرارة المصدر المشع. وما تنساش بالكلفن اللامدا ماكس تتناسب عكسيا مع درجة حرارة الجسم المشع أو المصدر المشع، ولكن بالكلفن. ما معنى أن كفاءة المحول 80%؟ خد بالك أن كفاءة المحول لها تعريفين: النسبة بين الطاقة الكهربائية للملف الثانوي إلى الطاقة الكهربائية للملف الابتدائي بتساوي 80%، أو النسبة بين قدرة الملف الثانوي إلى قدرة الملف الابتدائي بيساوي 80%. ممكن نخرج فاصل ونرجع نكمل؟ تمام. انا مش فاهم اي حاجه، بس يعني الطلبه هي اللي فاهمه. يعني مين الطلبه تكون فاهمه؟ لا اكيد فاهمين. طبعا فاهمين. لا انا يعني انا اولا كنت ادبي، وثانيا حتى لو كنت علمي اكيد كل حاجه تطورت. حبيبي هنرجع تاني نكمل مراجعة الفيزياء مع أستاذ علاء منير. كل طلبة الثانوية العامة القسم العلمي ركزوا في اللي بيتقال ده، غير إن شاء الله إن هيكون في مذكرة هتتحط على البيج الخاص براديو 90 الليلة، والحلقة بتتسجل صوت وصورة وبتبقى موجودة على يوتيوب علشان كل طلبة الثانوية العامة تقدروا تتابعوها كمان بعد كده من خلال الشانل الخاصة براديو 90 من على يوتيوب. خليكم معانا ونسمع شوية أغاني كده رمضانية ونرجع. كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري، والمعلمين نطلبوا معانا عايزين تسمعوا إيه من أغاني رمضان في الساعة الأخيرة. هنسمعها كلها من الأغاني اللي انتوا هتطلبوها، وبنكمل مراجعتنا للفيزياء مع أستاذ علاء منير. اتفضل يا فندم. أعزائي الطلبة، طبعا أنا عاوز أقول بس إن إحنا طبعا بنحاول إن إحنا نراجع بعض الأجزاء الهامة، ولكن اللي إحنا نقدر إن إحنا نفهمها، لأن طبعا في أجزاء من المسائل طبعا ما نقدرش طبعا إن إحنا نستعرضها، حضرتك مش هتفهم طبعا لأن لازم تكتب القانون والمسألة بتتحل. لكن هذه الأسئلة هامة جدا وهتفيدنا جدا إن شاء الله بإذن الله في الامتحان، وهتكون عون لينا. أحباء الطلبة، نستكمل مع بعض. ما المقصود بالنقاء الطيفي لأشعة الليزر؟ النقاء الطيفي لأشعة الليزر معناه أن الاتساع الطيفي أقل ما يمكن، لأن الليزر ينتج خطا طيفيا واحدا. وأنا هتعب نفسي ليه لما يقول لي النقاء الطيفي لأشعة الليزر
اقول له شعاع الليزر احادي الطول الموجي، عشان كده يا جماعه فوتوناته متجانسه. طب تعالى نخش على سؤال اخر. ما المقصود بالاشعه المرجعيه؟ الاشعه المرجعيه هي اشعه ليزر لها نفس الطول الموجي ونفس التردد لاشعه الليزر المنعكسه على الجسم المضيء، وتلتقي معه على اللوح الفوتوغرافي، فيحدث ايه يا جماعه؟ تداخل، ويتكون الهيلوجرام. يا ترى هو ايه الهيلوجرام؟ الهيلوجرام صوره مشفره نتيجه تداخل ايه؟ الاشعه المرجعيه تمام مع الاشعه المنعكسه من الجسم عند اضاءته بنفس اشعه الليزر. خد بالك، بنفس اشعه الليزر بنفس طولها الموجي، وهنا تظهر صوره مجسمه ثلاثيه الابعاد. طب تعالى ننتقل لسؤال اخر من الاسئله الهامه. ماذا يحدث مع ذكر السبب؟ استبدال الحلقتين المعدنيتين في مولد التيار بالاسطوانه نحاسيه مشقوقه. احنا يا جماعه لما نستبدل الحلقتين في دينامو التيار المتردد بمقاوم التيار، احنا عارفين ان مقاوم التيار ده عباره عن اسطوانه معدنيه مشقوقه طوليه تمام الى نصفين اكس واي، يسميان مقاوم التيار او المقاوم المعدني. ايه وظيفتهم؟ توحيد تمام اتجاه التيار. وفي الحاله دي يا جماعه لما بستبدل الحلقتين بنصفي اسطوانه مشقوقه بنحصل على تيار موحد الاتجاه ثابت الشده، لان نصفي الاسطوانه يعملان على توحيد اتجاه التيار. خد بالك السؤال اللي جاي ده مهم جدا. ماذا يحدث مع ذكر السبب؟ إذا فتحت دائرة الملف الثانوي في المحول الكهربي مع استمرار غلق دائرته الابتدائية. طيب بقول لك إيه؟ إحنا لما بنغلق الابتدائي والثانوي مش بيحصل حس متبادل بين الملفين؟ تمام؟ طب إحنا فتحنا دائرة الثانوي ودائرة ابتدائي مغلقة، إيه اللي هيحصل؟ هيتولد في الملف الابتدائي بالحس الذاتي تيار ذاتي عكسي يضاد التيار الأصلي ويلاشي كل منهما الإيه؟ الآخر، وبالتالي أي بي تيار الملف الابتدائي مظبوط بينعدم بزيرو. طيب خد بالك معايا في السؤال اللي جاي ده. قارن بين، بمناسبة الاسطوانة النحاسية المشقوقة، قارن بين الاسطوانة النحاسية المشقوقة في كل من المحرك ومولد التيار الموحد الاتجاه. الاسطوانة النحاسية المشقوقة في المحرك بنسميها معاكس التيار، حيث يتبدل أماكنهما كل نصف دورة فينعكس اتجاه التيار داخل الملف، وبالتالي تعمل الاسطوانة النحاسية في المحرك على توحيد اتجاه الدوران. لكن تعالى الاسطوانة النحاسية المشقوقة في الدينامو، احنا بنسميها مقاوم التيار. ليه؟ لأنها تعمل على توحيد اتجاه التيار. يبقى في الدينامو توحيد اتجاه التيار، وفي الموتور تمام توحيد اتجاه الدوران. طيب تعالوا بينا نتكلم على سؤال آخر من أسئلة المقارنة. أنا عاوزك تاخد بالك من السؤال اللي جاي ده، عشان السؤال ده هام جدا ولازم ناخد بالنا منه، لأن ممكن يبقى من الأسئلة المتوقعة هذا العام. قارن بين قاعدة المنك اليد اليسرى وقاعدة المنك اليد اليمنى من حيث إيه؟ الاستخدام. قاعدة في المنك اليد اليسرى بتحدد اتجاه حركة السلك اللي بيمر فيه تيار وموضوع في مجال مغناطيسي. أما قاعدة في المنك اليد اليمنى فدي بتحدد اتجاه التيار المستحث في سلك يتحرك في مجال مغناطيسي. قارن بين المولد الكهربي والمحرك من حيث الأساس العلمي. احنا عارفين ان المولد الكهربي بيبنى على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، وهي ظاهرة الحصول على قفزة الكف مستحثة وتيار مستحث. فعندما يدور ملف الدينامو بين قطبي المغناطيس قاطعا خطوط الفيض بيتولد قفزة الكف مستحثة وتيار مستحث ينقل للدائرة الخارجية بواسطة فرشاة الجرافيت أو الكربون. إذن الأساس العلمي للمولد الكهربي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. أما المحرك الكهربي فإحنا عارفين إنه بيبنى عمله على إيه؟
تمام. عزم الازدواج المؤثر على ملف حر الحركة بيمر فيه تيار وموضوع عمودي وموضوع في مجال مغناطيسي، وطبعا بداية الدوران بيبقى من وضع أفقي موازي. إذا المحرك عزم الازدواج، والمولد ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. خد بالك من السؤال اللي جاي ده عشان السؤال ده هام جدا. قارن بين الدائرة المهتزة ودائرة الرنين من حيث الاستخدام. ما تنساش ان الدائرة المهتزة موجودة فين؟ في الإرسال اللاسلكي. ليه؟ عشان تولد ذبذبات عالية التردد. أما دائرة الرنين بتستخدم في أجهزة الاستقبال اللاسلكي لاختيار محطة يراد سماعها. وبالتالي أنا عاوز أسمع 90 راديو مصر. تمام. هعمل إيه؟ بولي في دائرة الرنين حتى يصبح تردد الدائرة مساواة لتردد التيار الخاص بالموجة المراد سماعها، فيمر هذا التيار في الدائرة دون غيره من التيارات الأخرى، وبالتالي أقدر استقبل 90 راديو مصر مع أحمد يونس. طب تعالى كده نتكلم على قارن بين قاعدة اليد اليسرى لفلمنك واليد اليمنى لأمبير من حيث الاستخدام. طبعا فلمنك اليد اليسرى بتحدد اتجاه حركة السلك، قاعدة اليد اليمنى الأمبير بتحدد اتجاه المجال المغناطيسي لسلك مستقيم. قارن بين الأميتر العادي، خد بالك السؤال ده مهم، اصحالي الناس اللي نامت، الأميتر العادي والأميتر الحراري من حيث ايه؟ الأساس العلمي وايه كمان؟ والتدريج. الأميتر العادي يبنى عمله على التأثير المغناطيسي للتيار، أي عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار موضوع في مجال مغناطيسي. أما الأميتر الحراري فبيستخدم في قياس التيار المتردد والتيار المستمر. يبقى أساسه العلمي إيه؟ التأثير الحراري للتيار. ليه يا جماعة؟ لأن لكل من التيار المتردد والتيار المستمر تأثير حراري. قارن بين الأميتر والفولتميتر من حيث التعديل، من حيث تعديل الجلفانومتر. الأميتر يوصل الجلفانومتر بمقاومة صغيرة على التوازي تسمى مقاومة مجزئ التيار اللي بنرمز لها بالرمز تمام RS. أما الفولتميتر بيوصل الجلفانومتر بمقاومة كبيرة على التوالي تسمى مضاعف الجهد، اوعى تنسى اللي مرمز لها بالرمز RM. قارن بين المحول الرافع للجهد والخافض للجهد من حيث عدد لفات الملف الابتدائي. اوعى تنسى ان في الرافع للجهد عدد لفات الثانوي اكبر من عدد لفات الملف الابتدائي، وبالتالي VS اكبر من VB. الخافض للجهد عدد لفات الثانوي اقل من الابتدائي. تمام. تعال بينا نخش على سؤال مهم جدا. اذكر احد النتائج التي تحدث لملف مولد التيار المتردد إذا وصل الحلقتين المعدنيتين بعمود كهربي. ممكن ناخد الإجابة بعد الفصل؟ تمام، ناخد الإجابة بعد الفصل. خليكم معانا لسه مكملين كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير ومراجعة الفيزياء مع أستاذ علاء منير. بس خلينا نقول سريعا عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصم شهرا من الشهور ما تصم من شهر شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم بلغنا جميعا الشهر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. عدنا من جديد ومراجعة الفيزياء مع أستاذ علاء منير، وإحنا كنا وقفنا عند سؤال وملحقناش نجاوب، أنا آسف. لا تمام. خدوا بالكم يا جماعة إن إحنا كنا بنتكلم على اذكر أحد النتائج التي تحدث لملف مولد التيار المتردد ذو الحلقتين المعدنيتين إذا وصل عمود كهربي في دائرته الخارجية. خد بالك هنا دول حلقتين معدنيتين مش نصفها اسطوانة،
وبالتالي التيار مش هينعكس. معنى كده إن الملف يدور قليلا ثم يتوقف. طيب تعالوا نتنقل لسؤال تاني تبع المقارنات. قارن بين حركة ملف الجلفانومتر الحساس وحركة ملف المحرك من حيث اتجاه الدوران. طبعا ملف المحرك يجب أن يدور باستمرار في نفس الاتجاه، بينما في الجلفانومتر يتحكم في حركة الملف زوج من الملفات اللولبية التي تعطي عزم ازدواج ناشئ عن اللي يعمل في الاتجاه المضاد للعزم المغناطيسي المحرك. تعالوا بسرعة كده نروح لسؤال آخر من الأسئلة الهامة، وهي ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ مرور تيار كهربي في سلكين متوازيين وفي اتجاهين متعاكسين. خد بالك، مادام اتجاهين متعاكسين هيبقى المجال بينهما قوي وخارجهما ضعيف، فتعمل محصلة المجالين من الأقوى للأضعف، فيتولد قوة تنافر. تعال بينا للسؤال ده تبع النتائج المترتبة. وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربي منطبقا على محور ملف لولبي يمر به تيار. طبعا لما بيمر التيار في الملف اللولبي بيتولد مجال مغناطيسي منتظم، خطوطه مستقيمة متوازية وتوازي السلك. طب ما دام السلك بيوازي المجال يبقى سيتا بزيرو، يبقى ساين زيرو بزيرو، يبقى القوى المغناطيسية بال ساين سيتا بي اي ال ساين سيتا هتبقى القوى المغناطيسية بزيرو. النتيجة ان السلك ده مش هيتحرك. تعال بينا نتنقل على سؤال آخر. بيقول لي ما وظيفة كل من؟ ايه وظيفة الألواح المعدنية في أنبوبة أشعة الكسود؟ طبعا بتولد مجال كهربي لتحريك الشعاع الإلكتروني أفقيا ورأسيا ليمسح الشاشة نقطة بنقطة، فيتم توزيع الإلكترونات على الشاشة حتى تكتمل الصورة. خد بالك من السؤال اللي جاي ده، لأن السؤال ده من الأسئلة الهامة واللي دايما بنشوفها في امتحاناتنا في الأعوام السابقة. وظيفة الملفات اللولبية، زوج الملفات اللولبية في الجلفانومتر. طبعا 3 وظائف. زوج الملفات يعملان كوصلات للتيار. يعني ايه كوصلات للتيار؟ تمام، مدخل ومخرج للتيار. توليد عزم ناشئ عن اللي لزوج الملفات يسمى عزم اللي، يضاد العزم المغناطيسي المحرك الملف حتى يتزن الملف. طبعا ما تنساش ان زوج الملفات اللولبية بتعمل على إعادة المؤشر إلى صفر التدريج بعد انقطاع التيار. طيب ما وظيفة استخدام عدة ملفات بينها زوايا متساوية في كل من 1 المولد الكهربي، 2 المحرك الكهربي. الملفات في المولد بتعمل على تثبيت شدة التيار. يعني ايه؟ يعني الحصول على تيار ثابت الشدة. اما الملفات في الموتور بتعمل على زيادة قدرته وكفاءته الايه؟ الميكانيكية. ليه؟ لانها بتعمل على الاحتفاظ بعزم دوران ثابت دائما عند النهاية العظمى. طب تعالى بينا ننقل لسؤال آخر، وهو سؤال اذكر الشروط الواجب توفرها. السؤال بيقول ما هي شروط الاستماع إلى إذاعة معينة؟ أنا عاوز أسمع 90-90، فبروح على دايرة الرنين وغير ترددها عن طريق تغيير سعة المكثف حتى يتفق تردد دائرة الرنين مع تردد التيار الخاص بالموجة المراد سماعها، وهي 90-90 راديو مصر مع أحمد يونس. هي 90 حاجه وراديو مصر حاجه، هم اذاعتين كده. فاحنا 90 ده حاجه وتانية اذاعه جميله برضه تاني. خلينا في 90 بنتاسف. ولا يهمك. تمام. الظاهر بقى الوقت متاخر. تمام. طب نكمل سؤال الشروط. اذكر الشروط الواجب توفرها في كل من الابعاث المستحثه
سقوط فوتون على ذرة مسارة قبل انتهاء فترة إثارتها. أيوة. وطاقة الفوتون الساقط بتساوي طاقة الفوتون المسبب لإثارتها. طب أنا دلوقتي عاوز الشروط الواجب توفرها للحصول على طيف نقي بواسطة الإيه؟ المطياف. لابد أن يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. ثم تقوم العدسة الشيئية بتجميع أشعة كل لون في بؤرة خاصة على المستوى البؤري للعدسة الشيئية. طيب إيه الشروط الواجب توفرها للحصول على طيف خطي للأشعة السينية؟ خد بالكم يا جماعة عشان السؤال ده مهم جدا. لابد أن يتوافر شرطين. لازم فرق الجهد بين الأنود والكاثود يبقى عالي جدا، وبالتالي تخرج الإلكترونات معجلة، طاقة حركتها هتبقى عالية، فيتمكن أحد الإلكترونات المعجلة من الوصول إلى أقرب مستويات للنواة K أو L، فيصطدم بالإلكترون يكسبه طاقة فيطرده من المستوى بتاعه، تاركا مكانه فراغ، فينتقل الإلكترون مستوى طاقة أعلى ليحل محله، فينبعث فوتون طاقته بيساوي الفرق ما بين طاقة المستويين. تعال بينا نتكلم على سؤال آخر وهو خاص بالتعليلات. علل. يستخدم الأميتر الحراري لقياس كل من شدة التيار المستمر والتيار المتردد، لأن فكرة عمل الأميتر الحراري تعتمد على الأثر الحراري للتيار، وهو لا يعتمد على اتجاه التيار. طبعا التيار المتردد والتيار المستمر لهم تأثير حراري، واحنا عارفين ان التأثير الحراري لا يتوقف على اتجاه التيار. اصحى لي كده، خد بالك من السؤال اللي جاي ده. علل. تزداد التوصيلية الكهربية لأشباه الموصلات عند إضافة ذرات شائبة لبلورة السيليكون النقية. دلوقتي أنا لو ضفت ذرات شائبة خماسية، طبعا هذا يؤدي إلى زيادة عدد الإلكترونات فتزداد التوصيلية. طب لو أنا أضفت ذرات شائبة ثلاثية تعمل على زيادة عدد الفجوات، وبالتالي تزداد الإيه؟ التوصيلية. تمام. تعال بينا نتكلم على سؤال آخر من الأسئلة الجميلة. متى تكون القيم الآتية تساوي صفر؟ خد بالك ان السؤال ده من الأسئلة الجميلة والذكية، محتاج انك انت تبقى فاهم كويس جدا. يعني مثلا بيقول لك ايه؟ متى تكون القيم الآتية مساوية للصفر؟ معدل قطع الملف لخطوط الفيض المغناطيسي في المولد الكهربي. تمام. عندما يكون مستوى الملف عمودي على المجال، حيث تكون دلتا فاي على دلتا تي بتساوي زيرو، لأن يا جماعة الفيض ماكس ما تقطعش، وبالتالي التغير في الفيض بزيرو. طيب ايه اللي يحصل متى تكون القيم الآتية بصفر؟ الفيض المغناطيسي في ملف رغم مرور تيار كهربي. الإجابة واضحة جدا، لما الملف بيكون ملفوف لف ايه؟ مزدوج، لأن اتجاه التيار في الفرع الأول عكس اتجاه التيار في الفرع الثاني، وبالتالي مجال كل لفة يلاشي مجال اللفة الأخرى، وبالتالي بينعدم الفيض. فاصل. فاصل. خليكم لسه معانا في كلام معلمين على راديو 90 ومراجعة هامة جدا مع أستاذنا الكريم أستاذ علاء منير ومراجعة الفيزياء، ولسه بنسمع أغاني رمضان اللي انتم بتطلبوها، وما نتوقفش عن الدعاء في الأيام الكريمة. احنا في ليلة 1 شعبان، ادعوا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نكمل مع الأغاني الرمضانية الحلوة دي مراجعتنا للفيزياء مع أستاذ علاء منير. اتفضل يا أستاذ علاء. تمام. تعالوا بينا نكمل سؤالنا. متى تكون القيم الآتية بتساوي صفر؟ خدوا بالكم السؤال اللي جاي ده جميل جدا. متى تكون زاوية الطور في دائرة RLC، يعني دايرة فيها مقاومة أمية وملف حث ومكثف، امتى زاوية الطور اللي هي سيتا بتساوي صفر؟ طبعا حالة وحيدة بس، عندما تكون الدائرة في حالة رنين، حيث تتساوى المفاعلة الحسية XL مع المفاعلة السعوية XC، يبقى الاكس ال بتساوي الاكس سي، وتصبح زد اللي هي المعوقة بتساوي المقاومة الأمية ار، وفي الحالة دي يتفق الفي مع الاي وتصبح زاوية الطور تساوي صفر. متى يكون عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي وموضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم؟ العزم في زيرو
لما يكون مستوى الملف عمودي على المجال. ليه؟ علشان سيتا بزيرو، واحنا عارفين ان تاو بينا ساين سيتا، وساين سيتا بزيرو، يبقى العزم بزيرو. متى تكون متوسط قفز الكاف المستحثة المتولدة في ملف يدور في مجال مغناطيسي منتظم بتساوي صفر؟ تمام، عندما يدور الملف خلال دورة كاملة. طب تعالى بينا نتكلم على سؤال من الأسئلة الجميلة. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ زيادة سعة المكثف في دائرة تيار متردد إلى ضعف قيمتها الأصلية بالنسبة للمفاعلة السعوية. احنا عارفين ان اكس سي بيساوي 1 على 2 باي اف سي. اذا العلاقة بين اكس سي اللي هي المفاعلة السعوية والسعة علاقة عكسية، فلما السعة تزيد للضعف طبيعي المفاعلة تقل للنص. طيب ماذا يحدث عند زيادة شدة الضوء الساقط؟ السؤال ده جميل، اصحى خد بالك معايا. زيادة شدة الضوء الساقط الذي يكون تردده أكبر من التردد الحرج للمعدن بالنسبة لطاقة الحركة العظمى للإلكترونات المنبعثة. طبعا زيادة شدة الضوء في وجود شرط الانبعاث اللي هو تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج تؤدي إلى زيادة عدد الإلكترونات، ولكن تظل طاقة الحركة ثابتة وسرعة الإلكترون ثابتة، لأن طاقة الحركة تتوقف على دالة الشغل وعلى تردد الضوء الساقط. تعال بينا كده نتكلم على سؤال آخر، وهو اذكر الشرط اللازم للحصول على كل مما يأتي. سؤال جميل، خد بالك. ايه الشرط اللازم للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد؟ طبيعي استخدام أشعة ليزر. ليه؟ لأنها أشعة شديدة الترابط. أشعة ليزر بتكون أشعة مترابطة. اذكر الشرط اللازم للحصول على تيار موحد الاتجاه من الدينامو التيار المتردد اللي واخد باله في أول الحلقة. بنستبدل الحلقتين المعدنيتين بنصفي اسطوانة مشقوقة بينها مادة عازلة بتعمل على توحيد اتجاه التيار. طيب تعالى بينا نكمل الأسئلة بتاعتنا ونشوف السؤال دوت، واصحالي عشان السؤال ده هام جدا. ما هو الدور الذي تقوم به المرآتين في أجهزة توليد الليزر؟ طبيعي تعمل على زيادة عدد فيتونات الانبعاث المستحث، حيث تعاني الفيتونات انعكاسات متتالية ذهابا وإيابا بين المرآة العاكسة والمرآة شبه المنفذة، فيحدث تكبير وتضخيم لضوء الليزر، وبالتالي بيصل لدرجة معينة اللي هو شعاع الليزر اللي بيخرج من المرآة شبه المنفذة. يا ترى لو جينا نتكلم على سؤال آخر من الأسئلة الهامة والجميلة، بيقول لي تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي. فسر. طبعا الوصلة الثنائية بتسعى بمرور التيار في أنصاف الدورات الموجبة، لأن جهدها بيبقى موجب، وبالتالي لما التوصيل أمامي بيمر التيار. لكن في أنصاف الدورات السالبة يكون التوصيل عكسي، لأن جهدها بيبقى سالب، وبالتالي لا يمر التيار. النتيجة تسمح الوصلة بمرور التيار في أنصاف الدورات الموجبة ولا تسمح بمرور التيار في أنصاف الدورات السالبة. معنى كده يا جماعة إن إحنا هنحصل على تيار مقوم تقويم نصف موجي. وخد بالك التقويم في دينامو التيار موحد اتجاه تقويم موجي كامل، أما التقويم في الوصلة فهو تقويم نصف موجي. تعال بينا نتكلم باختصار، اشرح باختصار كل مما يأتي. الفكرة العملية التي يبنى عليها توصيل الأجهزة الكهربية في المنازل. طبعا احنا عندنا العداد بتاعنا في البيت مكتوب عليه ايه؟ 220 فولت. معنى كده ان كل المصابيح والأجهزة الكهربائية اللي عندي بتعمل على 220 فولت. معنى كده ان الأجهزة دي لابد أن توصل على التوازي، لأن التوازي يتميز بثبوت فرق الجهد، وبالتالي يمكن تشغيل كل جهاز بمفرده
وإذا تلف جهاز لا يؤثر على الأجهزة الأخرى. كما أن المقاومة المكافئة في حالة توصيل على التوازي بتكون صغيرة جدا، فتمر تيارات كبيرة. يعني إيه؟ فلا تضعف شدة التيار يمر بشدة كبيرة تكفي لتشغيل الأجهزة الكهربية في المنزل. اشرح باختصار كيفية عمل الأميتر الحراري. احنا عارفين ان الأميتر الحراري بيبني على التأثير الحراري للتيار، وبالتالي الأميتر الحراري ده بيستخدم في قياس التيار المتردد والتيار المستمر. فإذا أمر تيار متردد أو تيار مستمر في سلك البلاتين والإيريديوم، إيه اللي يحصل؟ السلك بيسخن ويتمدد ويرتخي. يوم يرتخي خيط الحرير، يوم الزنبرج شادد الخيط، تقوم البكرة تدور، يوم المؤشر يتحرك على التدريج حتى يثبت عند قراءة معينة. امتى بقى خد بالك يثبت عند قراءة معينة؟ لما الأميتر الحراري يبقى في حالة اتزان حراري. يعني ايه؟ يعني كمية الحرارة المتولدة في السلك في زمن معين بتساوي كمية الحرارة المفقودة في نفس الزمن. وبالتالي هنا ممكن يقول لي قارن بين الأميتر الحراري والأميتر العادي من حيث حالة الاتزان. الاتزان في الأميتر العادي اتزان ميكانيكي، عزم اللي بيساوي العزم المغناطيسي. لكن الاتزان في الأميتر الحراري ده اتزان حراري، كمية الحرارة المتولدة في سلك البلاتين والإيريديوم بتساوي كمية الحرارة المفقودة للوسط بالإشعاع. وعند انقطاع التيار طبعا بيقف المؤشر عند قراءة معينة، وبالتالي أنا خلاص قست التيار، بنفصل المصدر فانقطع التيار، وبالتالي يبرد السلك وينكمش، يوم يجذب خيط الحرير ليعود المؤشر إلى صفر التدريج. طب تعالى بينا نتكلم على الأساس العلمي الذي تبنى عليه أنبوبة أشعة الكاثود. الأساس العلمي اللي بتبنى عليه أنبوبة أشعة الكاثود هو الانبعاث الأيوني الحراري. طبعا لو قال لك استخدامها هتقول له في شاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر. تمام. طب يا حبيب قلبي تعالى كده معايا نشوف الأساس العلمي للأوميتر. أنا عاوزك تاخد بالك من الأساس العلمي للأوميتر، لأن هنا في إشكالية. أنتوا بتقولوا شدة التيار عكسي مع المقاومة. أنا مقاومة لازم أخد بالي إن شدة التيار مر في ملف الجلفانومتر تتناسب عكسيا مع المقاومة الكلية. أيوة، وليس المقاومة المجهولة وحدها. وبالتالي الاي جي بتساوي الفي بعياري على ار الايه الكليه. وطبعا الار الكليه في المقام يبقى بتتناسب مع التيار علاقه ايه؟ التيار يتناسب مع المقاومه الكليه تناسبا عكسي. اذا فكره عمل الاوميتر شده التيار تتناسب عكسيا مع المقاومه الكليه عند ثبوت فرق الايه؟ الجهد. تعال بينا نتكلم على فكره عمل المكثف الكهربي. المكثف الكهربي بيخزن الشحنة الكهربية على لوحي المكثف فيزداد فرق الجهد، وبالتالي ممكن المكثف بعد ما اتشحن يفرغ الشحنة بتاعته مرة أخرى، يعمل على تفريغ شحنته. طيب الأساس العلمي الذي يبنى عليه الدائرة المهتزة. لا ده سؤال مهم، خد بالك. الدائرة المهتزة يبنى عملها على إيه؟ تبادل الطاقة المخزونة بين ملف الحث والمكثف. فالملف يخزن الطاقة الكهربية في صورة مجال مغناطيسي، والمكثف يخزن الطاقة الكهربية في صورة مجال كهربي. تعال بينا نتكلم على فكرة عمل جهاز آخر وهو مصباح الفلوريسنت. بيبنى عمله على ظاهرة الحث الذاتي، حيث يتم تفريغ الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف في أنبوبة مفرغة من الهواء بها غاز إيه؟ خامل. طب إيه فكرة عمل المطياف؟ طبعا تحليل الضوء في المنشور عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصور انحراف لدراسة الطيف. طيب الميكروسكوب الإلكتروني إيه فكرة عمله؟ إيه أساسه العلمي؟ وفيما يستخدم؟ الميكروسكوب الإلكتروني يبنى عمله على الخاصية الموجية للإلكترونات، وممكن تقول له الخاصية المزدوجة للإلكترونات، لأن الإلكترون له طبيعة مزدوجة فهو جسيم وموجة. وبالتالي عند تعجيل الإلكترونات تكتسب طاقة حركة فتزداد السرعة طبقا لمعادلة دي براولي اللامدا اتش على ام في. لما طاقة الحركة بتزيد السرعة بتزيد، الطول الموجي بيقل، وبالتالي يصبح طول الجسم الجسيم
أكبر من لامدا فيتحقق شرط الرؤية والتكبير. خد بالك في الميكروسكوب الإلكتروني كل ما تصغر الطول الموجي كل ما القدرة التحليلية بتزداد. اوعى تنسى ان القدرة التحليلية هي قدرة الشعاع الإلكتروني على رصد التفاصيل المتناهية في الصغر، وبالتالي نقدر نقول ان كل ما تقلل الطول الموجي كل ما القدرة التحليلية بتزداد. تعال بينا كده لسؤال آخر من الأسئلة الجميلة، وهي ما الدور أو الوظيفة التي يقوم بها المكثف متغير السعة في دائرة الاستقبال اللاسلكي؟ طبيعي هو الذي يتحكم في تغيير تردد دائرة الرنين حتى يتفق تردد دائرة الرنين مع تردد التيار الخاص بالموجة المراد سمح. اذكر استخداما واحدا لكل من الوصلة الثنائية. طبعا آخر سؤال. تمام. الوصلة الثنائية بتستخدم كمفتاح اون عندما يكون توصيلها توصيل امامي، وكمفتاح اوف عندما يكون توصيلها توصيل عكسي. ولسه قايلين بتستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي، لانها بتسمح بمرور التيار في انصاف الدورات الموجبة ولا تسمح بمرور التيار في انصاف الدورات السالبة، ويصبح التيار مقاوما تقويما نصف موجي. كل اللي نقدر نقوله ان احنا بنشكر البرنامج العظيم ان اتاح لنا الفرصه ان احنا على قدر المستطاع ان احنا نكون ولو قدر بسيط من الاستفاده لطلابنا. وان شاء الله باذن الله دايما خلي الثقه بنفسك عاليه. طريق ال1000 ميل بيبدا بخطوه. ذاكر وربنا معاك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ علاء احنا بنشكر حضرتك جدا والطلبه السامعين والسامعات او المش سامعين هيكون في مذكرات موجوده على الصفحه الخاصه بالراديو 90 على الفيسبوك. شرفتنا وكتر خيرك وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك. الف شكر. الف شكر. تعالوا نعرف الراديو 90 يوم الاحد اللي داخلين عليه في برامج ايه. على الله اكون. ابتداء من 7 صباحا بتبدا برامج الراديو 90 مع على الصبحيه مع ايمان مختار. أما من 8 ل 10 روق يومك مع شيماء حافظ وخليل جمال، وساعتين على الهواء مع كوكا كولا. الساعة 10 ملعب 90 مع إبراهيم فايق، وهذا البرنامج طبعا المختص بكل الشأن الرياضي. حال بلدنا مع الزميل أحمد خيري الساعة 11، وكل المشاكل وكل الحاجات اللي محتاجين تسألوا فيها أو تفضفضوا فيها والحاجة اللي بتبقى مع المحليات وخلافه، وده غير الضيوف الكرام اللي بيبقوا موجودين مع أحمد خيري في حال بلدنا. تقدروا تستمتعوا وتستفيدوا منه كمان الساعة 11 صباحا. يلا بينا، ومبادرات إيجابية وكل حاجة مفيدة هتسمعوها مع راغد الشيمي ورضوى حسن الساعة 1 الظهر. كلام بالمصري مع أستاذ محمد علي خير، وساعتين على الهوا وكل ما يخص المواطن المصري، وكمان حلول لمشاكل كتير جدا على الهواء مباشرة الساعة 3. هنسيب بقى كل البرامج الجادة ونفصل ونسمع برنامج دمه خفيف جدا، وبرنامج كله افيهات ما بين سالي عبد السلام وفادي إبراهيم مع كوكا كولا. ساعتين على الهوا من الساعة 4 للساعة 6، ونائر ونقير سالي وفادي استمتعوا معاهم بكرة، وزي كل يوم من الساعة 4 للساعة 6. الساعة 6 بنكمل الحالة الجميلة وخفة الدم مع إيمان السيد ومحمد نشأت، وساعة تروح وساعة تيجي. طلبات الأغاني والمزيكا والموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات الساعة 8 مع أستاذ طارق أبو سعود وبرنامج تراكات. الأخبار الفنية والحصريات وكل ما يخص برامج ومسلسلات وأعمال رمضان هتعرفوها بس مع راديو سكوب مع غدير حسين من الساعة 9 للساعة 11 بالليل. أما آخر اليوم وحصاد اليوم الإخباري بيبقى من الساعة 11 للساعة 12، وساعة على الهواء مع مذيعين الفترات الإخبارية بالتناوب. هيكون إن شاء الله من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، وموضوع كمان بيبقى سؤال خفيف وموضوع للنقاش مع حصاد اليوم من الأخبار. أما إحنا فمنبقاش موجودين ولا الحد ولا الاثنين، وبنرجع تاني يوم الثلاث نستأنف كلام معلمين على الراديو 90 مع مؤسسة مصر الخير. شكرا لحسن المتابعة. نقابلكم إن شاء الله يوم الثلاث، ويوم الثلاث أكيد مختلف، لكن هيكون عندنا مراجعاتنا مستمرة يوم الثلاث ويوم الأربع. يوم الثلاث هتكون مراجعة تاريخ مع أستاذ محمد العسكري، ويوم الأربع هتكون مراجعة جيولوجيا وعلوم بيئية مع أستاذ أشرف حمزة. شكرا لحسن المتابعة، وسيبكم على ألف خير، وهسيبكم مع أغنيتين ماهر زين رمضان وجديد ماهر زين وحصريا على الراديو 90 The Power. شكرا، تصبحوا على ألف خير.
الراديو 90 90 هواها مصر.